عارفين الشعور اللي لما بتبقى مستني مكالمة من شخص معين وكل شوية مثلا تفتح الواتساب علشان تشوفه اونلاين ولا لا؟ طب ايه رأيك لو قلت لك انك تقدر تخليه هو اللي يدور على رقمك ويكلمك من غير حتى ما تبعت نقطة واحدة؟ كمل المقطع معايا للآخر علشان هقول لك السر. الموضوع على فكرة مش سحر خالص ولا تلاعب، الموضوع ببساطة حاجة اسمها قانون الاهتزاز. اهتزاز، ايوه زي ما سمعت، بمعنى انك انت طول ما انت في حاله تعلق واحتياج بتبعت للشخص ده ببساطه طاقه بتقول انا ناقص من غيرك. الطاقه دي بتوصل للشخص التاني طبعا، فبتحسسه وقتها بضغط فبيبعد عنك، وعلشان يكلمك لازم تعمل نقله لطاقتك من الانتظار للاستحقاق. هقول لكم على تقنيه كده اسمها ابراهام هيكس. ابراهام هيكس ده مش اسم شخص، وقصتها باختصار ان كان في واحده عايشه في ولايه تكساس الامريكيه، ده كان في الثمانينات. كانت بتشارك مع جوزها اللي هو اسمه جيري هيكس في تقديم جلسات، وبتقول فيها انها بتستقبل معلومات من وعي جماعي غير مادي، وسمته ابراهام. نبذه سريعه كده عن اسم ابراهام هيكس ده اللي ما كانش يعرف. المهم التقنيه دي اتكلمت عن حاجه اسمها عجلة التركيز. هنبسطها سوا في خطوات بسيطة. الخطوة رقم واحد، بلاش تفكر وتقول هو ما كلمنيش ليه، لأن الفكرة دي بتبعد المكالمة مش بتقربها. الخطوة اللي بعد كده، غمض عينيك وتخيل إن الموبايل بتاعك رن وشفت اسم الشخص ده أو رقم الشخص ده. ما تفكرش إزاي هيحصل كده، فكر في إحساسك هيكون عامل إزاي وقتها. هل هتكون مبسوط فعلا ومرتاح؟ الخطوة رقم 3، احمد ربنا واشكره على إحساسك اللي حسيته في اللحظة دي وكأنه حصل فعلا. الخطوة رقم 4 وهي خطوة التخلي، يعني سيب الموبايل وقوم اعمل حاجة مفيدة لنفسك، اخرج اقرا شوف حاجة جديدة. والهدف من كده هو ان احنا نفك التعلق. ساعتها بس بتبدأ طاقتك تتحرر فعلا وتروح للشخص التاني وكأنها دعوة لطيفة منك مش أمر بالاتصال. جرب كده تقنية التخلي لمدة 24 ساعة وشوف النتيجة وادعيلي. قولوا لي بقى، هل فكرتوا في حد قبل كده ولقيتوه بيكلمكم فعلا؟ لو عايزين حياتكم تتغير للأفضل ما تنسوش متابعة. بشكركم.